الكتاب المقدس كبير بزاف. منين نبدأ؟ نهضروا بصراحة، حوار الباحثين عن الحقيقة، أسئلة صادقة وأجوبة من كلمة الله. بابا سيدي، المرة اللي فاتت هدرتي لي على الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، ولكن بصراحة عمري ما حليت الكتاب المقدس. منين خاصني نبدأ؟ سؤال زوين، وصدقيني هاد السؤال هو البداية الصحيحة. وفرحان حيت ما بديتيش تقرايه بوحدك من الأول، حيت بزاف ديال الناس كيبداو من الصفحة الأولى، كيلقاو الأنساب والذبائح وبعض الأمور اللي ما كيفهموهاش وكيحبسوا القراية نهائياً. إيوا، قبل ما نبدأ، شنو هو الكتاب المقدس بالضبط؟ واش كتاب واحد؟ لا، ماشي كتاب واحد. الكتاب المقدس بحال مكتبة كاملة، فيه 66 صفر تكتبوا على مدة كتفوت 1500 عام، وعلى يد أشخاص مختلفين: رعاة، ملوك، صيادة ديال الحوت، أطباء، شعراء وأنبياء. ومع ذلك كاين خيط واحد كيربطهم كاملين. بولس الرسول قال: وكتاب الله كله جاب الوحي من عند الله، ونافع على التعليم والتنبيه والتصحيح والتأديب في داك الشيء اللي كيرضي الله. تيموتاوس الثانية الإصحاح 3 العدد 16. شوفي التعبير اللي استعمل: وكتاب الله كله جاب الوحي من عند الله، يعني الله هو المصدر، ولكن استعمل أشخاص حقيقيين باش يوصل رسالته. ولكن إلا كانوا البشر هما اللي كتبوه، كيفاش نعتبروه كلمة الله؟ غادي نعطيك مثال بسيط. إلا جيت عندك وقلت لك كتبي هاد الرسالة باسمي، وشرحت ليك شنو بغيت نقول، وانتي كتبتيها بخطك وأسلوبك، ديال شكون غادي تبقى الرسالة؟ ديالك طبعا، حيت الفكرة والكلام جاو منك، وأنا غير كتبتهم بطريقتي بالضبط. وهذا الشيء هو اللي كيشرحه بطرس الرسول من اللي قال: حيت عمر شي نبوة ما جات بالمراد ديال بنادم، ولكن شي ناس بالقدرة ديال الروح القدس تكلموا بكلام الله. بطرس الثانية الإصحاح 1 العدد 21. الله استعمل البشر، ولكن ما مسحش شخصياتهم. وداك الشيء علاش في الكتاب المقدس كنلقاو الفرح والحزن، الخوف والرجاء، الشك والإيمان. ناس حقيقيين كيتعاملوا مع إله حقيقي. ودابا فهمت شوية، ولكن شنو الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد؟ العهد القديم كيهضر على قصة الله مع شعبه، وفيه التاريخ والشعر والنبوات والشريعة. والشريعة كان عندها دور مهم. بولس قال: وهكا تكلف بنا الشرح حتى جاء المسيح باش نوليو متقين في نظر الله بالإيمان. رسالة غلاطية الإصحاح 3 العدد 24. بحال أستاذ كيهيئ التلميذ لمرحلة أهم، يعني الشريعة ما كانتش هي النهاية، ولكن كانت كتوجد الطريق للمسيح. أما العهد الجديد فهو تحقيق ذاك الوعد، كيبدأ بربعة الأناجيل: متى، مرقس، لوقا ويوحنا. 4 شهود، 4 زوايا مختلفة، ولكن كيهضروا كاملين على شخص واحد، يسوع المسيح. ويسوع قال: ما يحسبش لكم باللي جيت باش نحيد الشرع ديال موسى ولا كتب الأنبياء. ما جيتش باش نحيدهم، ولكن جيت باش نكملهم. إنجيل متى الإصحاح 5 العدد 17. يعني كل ما كانت الشريعة والنبوات كتشير ليه تحقق فيه هو. وهذيك الرسائل اللي كاينة في العهد الجديد، أغلب أسفار العهد الجديد رسائل كتبوهم الرسل بحال بولس وبطرس ويوحنا. الكنائس وأشخاص كانوا كيواجهوا مشاكل حقيقية، خلافات، شكوك، مشاكل عائلية، وحتى مشاكل مادية. وفي هذه الرسائل كيتشرح معنى النعمة بطريقة واضحة بزاف. بولس قال: حيت بالنعمة ديال الله نجيتوا بالإيمان، وهذا الشيء ماشي منكم، ولكن رأى الله نعم عليكم به، ماشي بالأعمال ديالكم باش حتى واحد ما يفتخر. رسالة أفسس الإصحاح 2 العدد 98. قرأ هذا الكلام شوية. الخلاص ما كيتشراش بالأعمال، ما كيتربحش بالمجهود البشري، راه عطية من الله. وهذه الحقيقة هي قلب رسالة الإنجيل. إيوا، إلا كنت ما عارفة والو، شنو أول حاجة نقرأ؟ أنا ننصحك تبداي بإنجيل يوحنا. علاش يوحنا بالضبط؟ حيت يوحنا ما بداش بالأنساب ولا بقصة الميلاد، بدا بكلمات عميقة بزاف. في البدو كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة كان هو الله. إنجيل يوحنا الإصحاح 1 العدد 1. بحال إلا كيهضر مع الناس اللي كيقلبوا
وكيطرحوا الأسئلة وكيبحثوا على الحقيقة. قراي فصل واحد كل نهار، وإلا صادفتي شي حاجة ما فهمتيهاش ما تخافيش، الحيرة ماشي نهاية الطريق، الحيرة بداية البعث. كتبي الأسئلة ديالك وخليها تقودك باش تعرفي أكثر. ومن بعد يوحنا؟ من بعد سيري مباشرة لرسالة رومية، هي من أوضح الرسائل اللي كتشرح شنو كتعلم المسيحية فعلا. بولس قال فيها: راني ما كنحشمش بالإنجيل، حيث هو قوة الله للنجاة لكل واحد اللي كيآمن. رسالة رومية الإصحاح 1 العدد 16. لاحظي، لكل واحد اللي كيآمن، ماشي غير الناس اللي كيدانوا صالحين، ماشي غير الناس اللي حياتهم منظمة، ولكن الكل واحد كيآمن. إذا كان إنجيل يوحنا كيعرفك بشكون هو يسوع، فرسالة رومية كتعرفك علاش جاي يسوع وشنو دار من أجلنا. قرا هاد الجوج وغادي يكون عندك أساس قوي تفهمي به باقي الكتاب المقدس. بصراحة ما كنتش متوقعة هاد الجواب كامل. غالبا الحقيقة كتكون مختلفة على اللي كنكونوا متوقعين، ويمكن هادشي هو اللي كيخلينا نوقفوا نفكروا ونبداو نبحثوا بجدية. إيوا، باينة أن الرحلة مازال في البداية. بالضبط، وغالبا هذا هو الوقت اللي كيبدا فيه الإنسان يقرب للحقيقة، وأحسن رحلة هي اللي كتبدا بسؤال صادق. شكرا على المتابعة. إذا بغيتي تكمل الحوار تواصل معنا على الواتساب 0642 83 33 22. إلى لقاء جديد مع لقاء الأحبة نهضروا بصراحة.